اديني 6-0 يا قطر. رب ابعد عنا الكلام ده وما نشوفوش ابدا يا رب. هم لا شماتة والله العظيم، ده انا زعلان جدا على منتخب قطر، بس انا نفسي اكون في وضع كندا اللي هو اول فوز ليها واتاهل بقى. هم اجي على مصر زي كندا مش زي قطر خالص. يا رب احنا زي كندا في كل حاجه، هيبقى اول فوز واول تاهل ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. يكون اللي راح ذا كله حلم، يكون اللي راح ذا كله كابوس. يا رب ما يكون بداية سقوط العرب يا رب. عاد احنا نمشي مع بعض كلنا تعادلنا 1-1، الحين كلنا نخسر 6-7 زي البط. زي البط. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب المغرب بكره ينقذنا، يا رب بكره المغرب ينقذنا، اي احد ينقذنا، اي احد. المهم قبل الاحد لازم احد ينقذنا، لان احنا الاحد وضعنا والله صعب صعب. يا رب ما تكون هذه بداية فرطة السبحة. كله من تونس، كله من تونس. انا اقول اي فريق عربي يخسر نحطه في الكويت، والله حطوه في الكويت. الكويت اليوم خسارة الكويت من كندا كانت خسارة يعني مؤلمة، تمنينا بس يلا معوضين معوضين. للأسف يا اخوان 6-0 والله نتيجة كبيرة. المنتخب الكندي ينتصر على المنتخب القطري بالسداسية مقابل لا شيء. لوبتيجي مدرب المنتخب القطري احترم المنتخب الكندي بزيادة يا جماعة. حسسني انه قاعد يواجه فرنسا ولا الارجنتين. يا حبيبي يا لوبتيجي عنده خبرة كبيرة في التدريب ودرب ريال مدريد. المفروض ان عنده خطة يا جماعة هجومية واضحة. شفناه يدافع في البداية وشفنا اخطاء دفاعية واضحة في الاخير. المباراة انتهت خصوصا بعد الطرد الاول. يا اخوان قدم اسوأ مباراة شفتها للاعب في كأس العالم. 32 دقيقة كارثية قبل الطرد وانا اقول يا رب يطلع يا رب يطلع، وبعدها انطرد وكملها. من هنا المباراة خلصت. اوكي كانت 2-0 بس من هنا المباراة خلصت. ايضا ما ننسى اصابة كونيه يا اخوان اللي كانت بدقيقة 50، واصابة صراحة قوية جدا وانا بغطي عليها يا جماعة. وما دبو اخذ بطاقة حمراء وجت البطاقة الثانية وانا خلاص قلت المباراة راح تخلص 10. عن جوناثان ديفيد يا اخوان استغل الفرصة واستغل ان المنتخب القطري قاعد يلعب ب9 لاعبين وسجل هاتريك اليوم. عموما يا جماعة المهمة ما انتهت، في افضل ثالث يمدي تتأهل. المنتخب البوسني ترى متعادل معك بالنقاط، فوز عليه المباراة الأخيرة وبإذن الله المنتخب القطري يتأهل. ما وصلت ما تعطونا رايكم في الكومنتات يا اخوان على المباراه، وهارد لك اخواننا في قطر. لا تسووا لايك وفولو، حساباتي كلها فوق يا جماعه، وبغطي مباراه كاس العالم. تشاو رقاتي. بطل آسيا المنتخب القطري يستقبل 6 أهداف من كندا. والله يا اخوان غير معقول، فعليا غير معقول. تخيلوا المنتخب الكندي خلال 7 مباريات في تاريخهم في كاس العالم مسجلين 3 أهداف، قدام قطر سجلوا 6 أهداف. في اول ربع ساعة كانوا يبدون حفلتهم بالهدف الاول، بعدين كندا قرروا يسجلون الهدف الثاني عن طريق اللاعب ديفيد اللي دخل التاريخ وصار هداف منتخب كندا ب3 أهداف. بعدين المنتخب القطري ينطرد منه لاعب المنتخب الكندي يسجل الهدف الثالث عن طريق فاول. بعدين صار طرد على لاعب المنتخب القطري، والمنتخب القطري يدخل التاريخ اول منتخب اسيوي ينطرد منه لاعبين في مباراة واحدة في كاس العالم. كندا يكملونها ويسجلون الرابع، والهدف الخامس برضو يجي في الطريق. خذ لك عاد ويسجلون الهدف السادس. والله اللي حصل اليوم المنتخب القطري فعليا كارثة، يعني هو سوء قرارات من اللاعبين ولا هو سوء قرارات من المدرب. معوضين خير الجماهير القطرية وهارد لك. لو ترتيب مجموعة قطر كندا في الصدارة بعدين سويسرا. صار لك فول عشان كل مباراة راح كاس العالم راح تتغطى هنا. عليك فول سلام. اقسم بالله قهر وغبني يا عيال. الجمهور القطري المشرف يلقى نتيجة تاريخية في كندا، والله ما يستاهلون هذا يا اخوان. يا اخي اشباه اللعيبة اليوم، اشباه مرتدين يعني شعار والمنتخب القطري. يعني اليوم قدمتوا شيء يعني ترديد ما له داعي. احترام لكم يا رجل، اليوم ما قدمتوا حتى ربع مستوى قدام سويسرا. وين اللعب؟ وين الأداء؟ اليوم لا أكرم عفيف، لا الحارس اللي تخننا فيه الجولة الأولى، الدفاع الوسط خلاص أحمر، الدفاع ما له داعي. خلي يروح يسجل يا أخي، يمكن ضد الحارس ما أدري يا أخي. ما ستة كذا ما له داعي يا رجل. ترى من تحت يا إخوان، لا يتابع يا إخوان. صل على النبي. السلام عليكم.